دي حلقة أوسخ وأحسن 6 أفلام مصري نزلت في 2025. 2025 كانت من السنين اللي فيها أفلام كتير جدا مصرية نزلت، وأفلام كتير جدا مصرية حلوة. وأنا طبعا ما شفتش كل الأفلام، أنا شفت حوالي 20 فيلم ولخصتهم في 6 أفلام سيئين جدا، 6 أفلام قايمة الشرفية، و6 أفلام حلوين يستاهلوا يتشافوا. وهنبدأ بال6 أفلام الوحشين السيئين، وهنبدأ من تحت لفوق، واحنا كل ما نعلى كل ما نزيد في الوحاشة وكل ما نزيد في السوق. ويا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك. وعندنا رقم 6 هو فيلم السلم والتعبان. فيلم السلم والتعبان لعب عيال، هو فعلا فيلم لعب عيال سيء. فكرته تخطت ايجيبت وعدت مرحلة المليارديرات، مش بس يعني هي مشاكل عالم اول بلس 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 بلس، يعني يا ريتها حتى مشاكل عالم اول. فما كانش فيه تواصل، كانت الفكرة غريبة والفيلم سيء. وفي رقم 5 معانا فيلم قصر الباشا. دوت بالظبط لما امك تعمل لك نافز اوت في البيت، يعني ماما انا عايز اروح اتفرج على نافز اوت، لا 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 احنا عندنا نافز اوت بتاعنا. هو ده فيلم وانت بتتفرج على الفيلم دوت لو جالك فكرة في دماغك وعرفت مين هو القاتل، بس خلاص انت صح. ما تفكرش واحد اتنين، هم يقعدوا في الاخر كده يقعدوا يتشقلبوا كتير، وفي الاخر يطلع انت صح برضو، ويجيبوا الفكرة العادية خالص التقليدية هي اللي في الاخر. ليه التشويق؟ انا مش عارف. فيلم سيء. في رقم 4 معانا المشروع اكس. المشروع اكس فيلم اسوأ بقى من السوق نفسه. يعني انت متخيل فيلم الكريم عبد العزيز وبالانتاج ده وبالضخامة دي ويبقى سيء بالمنظر ده؟ يعني بصراحة ده كفاية بدايته لوحدها مملة اساسا. فيلم وحش جدا بصراحة ومحدش يشوفه في وجهة نظري. يعني طبعا انت حر، يعني عايز تشوفه شوفه. وفي رقم 3 معانا فيلم الدشاش. يعني محتاج اقول حاجة تاني؟ فيلم الدشاش مع الأسف. فيلم الدشاش لمحمد سعد، واحد من أكتر الممثلين اللي أنا بحبهم. فيلم سيء، فيلم سيء وفكرته تقليدية والتمثيل فيه تقليدي ومفهوش ب2 جنيه تفكير. يعني ايه اللي هو واحد اداك ورقة في ايدك بيقولك انت هتموت بعد 6 شهور، خلاص تصدقه وتمشي كده؟ طب فكر، طب روح اكشف في حتة تانية. لا خلاص بقى انا راجل هبل، انا ماشي متخلف عقليا. لا يقول لي انت هتموت اقول له صح انا هموت، واروح بقى اوزع بقى ثروتي للناس كلها. مش عايزين نفتح بقى في الفيلم ده، فيلم يعني مش، يلا ما علينا، خلاص خلاص كفايه على الفيلم ده. وفي المركز التاني احنا معانا فيلم ريستارت. طبعا احنا كلنا متاكدين ان احنا عبيد الشاشات. بقينا في زمن عبيد الشاشات. بقينا عبيد الشاشات. بقينا عبيد الشاشات. عبيد بس خلاص. والفيلم اللي معانا في المركز الاول دوت تحسه كده اللي هو ايه، كان جاي لك كده من على وش القفص. فاهم انت ازاي؟ اللي هو ايه، مش عايزين نقفل لك السنه بطريقه وحشه. احنا خلاص في يوم 29 المفروض الناس تبقى مبسوطه وبنحتفل. لا خد تعالى، ابراهيم عيسى موجود، احمد حاتم موجود، لازم نديك فيلم الملحد، الفيلم السطحي الافكار كلها جايه من على وش القفص. مفيش ب2 جنيه عم. كل حاجه في الفيلم دوت عباره عن ستيريوتايب الراجل المتشدد، ستيريوتايب الراجل المتشدد لاقصى درجه ممكنه، ما عندوش ب2 جنيه تفكير. الراجل الملحد ستيريوتايب الراجل الملحد ما عندوش بأدنى ب2 جنيه تفكير. حتى رجوعا للإلحاد في آخر الفيلم كان بطريقة سطحية برضو، مفيش تفكير، مفيش كلام، مفيش حوار، مفيش حاجة، مفيش فيلم أساسا. فده كان أسوأ فيلم موجود في السنة دي، وجايلنا في آخر لحظة. يعني كان ناقص يوم وادخل في 26 وخلينا ما نتكلمش عنك. بس ازاي كان لازم يلعب لنا في ودنا. يلا الحمد لله. والافلام اللي معانا في القائمه الشرفيه، تعالى نبدا من رقم 6 وبرضه نعلى لاحسن فيلم كان ممكن يدخل معانا القائمه الاساسيه. الفيلم رقم 6 هو اوسكار عوده الماموس. اوسكار عودة الماموس فيلم ولا هو راح للأسوأ ولا هو راح في افضل في القائمة الشرفية. فيلم عادي، فيلم نص نص، محترم جدا المخاطرة اللي خدوها في الجرافيك وان هم يعملوا فكرة زي دي. بس هم ما اهتموش تماما بالقصة وبالسيناريو، واهتموا بس باللي هم يعملوا CGI كويس. ويا ريته برضه طلع كويس 100%. هو طلع فيه عيوب كتير، وفي نفس الوقت ما اهتمتش بالقصة، فطلع فيلم في وجهة نظري فاضي بنسبة كبيرة. عشان كده هو معانا في رقم 6. رقم 5 معانا فيلم هيبتا. برضو فيلم هيبتا فيلم وسط، فيلم كويس، فرجة لذيذة، بس ما يتحطش ابدا من وسط احسن افلام ممكن حد يشوفها، ولا حتى من الاسوأ. فيلم رومانسي
بيحكي لك شوية قصص كده، وفي الاخر النهاية انت عارفها، وانت عارف اصلا الفكرة بتاعت الفيلم ان هم كل الاحداث بتتربط ببعض والشخصيات دي كلها واحد وكده، فخلاص انت كنت قاعد فاهم الفكرة بس، وبتستمتع شوية بالقصة اللي بتتحكي وبس كده. فيلم عادي يعني بالنسبة لي، كان واخد هايب اكتر من اللازم اول ما نزل بصراحة. فيلم رقم 4 ورقم 3 ورقم 2 هم نفس الفيلم، خلينا نحطهم كلهم لوكشة واحدة. عندك فيلم الشاطر، احمد واحمد ودرويش، مفيش فرق كبير بينهم، التلات افلام واحد، احسنهم احمد واحمد، فاحمد واحمد كان ممكن هو يبقى في المرتبة التانية. كل الافلام بالنسبة لي نفس الفكرة نفس الحاجة، بس يا دوب ايه، من غير شخصيات. وهو زي ما انا قلت الافلام دي تحسها فورمولا واحدة، سيناريو واحد بس، شيل اسامي الشخصيات وحط اسامي تانية وغير شوية كده عشان نلعب شوية كده ايه، نخلي فيلم مختلف، بس هو نفس الفيلم في الاول وفي الاخر، فمفيش فرق كبير بينهم. وفيلم رقم واحد اللي هو يعتبر احسن فيلم اللي كان ممكن يدخل معانا في الافلام الاحسن، اللي هو فيلم الست. الناس كتير جدا هجمتني عشان فيلم الست، عشان انا قلت اللي هو فيلم مش حلو. ايوه هو فيلم مش حلو، بس مش فيلم سيء، هو فيلم وسط، 6/10. عشان كده انا حاطه هنا في اول القائمة الشرفية. كان ممكن يدخل معايا اخر فيلم في القائمة التانية، بس هو ما استاهلش القائمة دي، وفي نفس الوقت مش هيبقى اقل من كده. هو فيلم عادي لو بتتفرج عليه وشايل من دماغك كل حاجة لها علاقة بأم كلثوم، هتتبسط بالتصوير، هتتبسط بشوية تمثيل حلوين، هتتبسط بالأغاني اللي موجودة، هتتبسط. ده كده كفاية. فده رقم واحد في القائمة الشرفية عندنا هنا. بعد كده ندخل في أحسن أفلام نزلت في السنة، ونبدأ من رقم 6. رقم 6 معانا سيكو سيكو، من الأفلام الحلوة جدا اللي ضحكت، اللي فيها مشاهد بجد اللي هو بتضحك لحد ما عينك تدمع من كتر الضحك. المشهد بتاع الهنجر دوت والمخدرات، كان مشهد بيضحك وفيه كام نكتة حلوة. الفيلم فعلا حلو اخره، بس اتحط كده شوية لاف انترست ملوش اي لازمة وبتاع، فعشان كده هو معانا في المركز الاخير في احسن افلام. لكن ده 7/10 فيلم كويس. في المركز الخامس، وفي المركز الخامس عندنا فيلم ضاي. فيلم ضاي فيلم جميل يلمسك، لكن عيبه اللي مخليه مش في مراكز اعلى من كده ان هو مليان صدف. يا عيني ده الواد دوت هيبقى فيه الصدفة الممثل الفلاني بيعمل الدور الفلاني عشان خاطر يلحقه وخاطر ينقذه. صدف كتير صدف كتير. هو عيب الفيلم الوحيد اللي هو كله صدف، بس هو كفيلم حلو، فيلم جميل ويلمسك، وكفايه اصلا اغاني محمد منير دي لوحدها في حته تانية، فتمام. والواد صوته كويس، فخلاص يعني هو بالنسبه لي برضو فيلم في الحته دي 7/10. في المرتبه الرابعه عندنا فيلم فيها ايه يعني، من الطف الافلام اللي هتشوفها السنه دي. وفي فيلم تاني الطف منه شويه بسيطه هو اللي جاي بعديه. بس فيها ايه يعني، انت بتشوف اتنين في مرحله عمريه اللي هو ايه، مش كله هيفهمها، فاللي هو يقدر يوصل لي انا كشاب تلاتيني الفكر بتاع المرحلة دي بصراحة حاجة حلوة جدا. وكمان كان في شوية كوميديا حلوين من مصطفى غريب، فتمام. فيها ايه يعني، فيلم فعلا حلو، 7.5/10 مستريح. عشان كده هو معانا في المرتبة دي. بعد كده هنوصل للتوب 3 احسن 3 افلام نزلوا في السنة في وجهة نظري. وحتى لو شفت بقية الافلام اللي نزلت ما اعتقدش ان في اي فيلم هيجي يزيح التلاتة دول. رقم 3 معانا فيلم 6 ايام. فيلم 6 ايام هو ده الطف فيلم موجود. فيلم فيها ايه يعني، تاني الطف فيلم، و6 ايام هو الطف فيلم موجود معانا. بيحكي بقى قصتي بقى، ده بيحكي قصتنا، ده احنا عشناه، ده احنا قادرين نتواصل معاه بشكل او باخر، قادرين نتواصل مع، لو حتى لو مش مع قصة الحب، احنا عارفين نتواصل مع الاشخاص نفسهم، عارفين نتواصل مع المراحل اللي هم عدوا بيها، ازاي مش لاقيين نفسهم، ازاي التحكمات اللي بتبقى عندهم. كل الكلام ده قدر يوصل لنا. حتى لو انت مش عندك قصة الحب اللي هتشدك للفيلم، انت عندك حاجات تانية كتير في قلب الفيلم دوت غير القصة دي. قصة كل واحد لما بيرجع يتقابلوا تاني وبيحكوا عن حياتهم، انت بتشوف حياتك في مرحلة من المراحل اللي هم حكوها. فيلم حلو ووصل لي، وفيلم بجد 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 بيلمس القلب. عجبني جدا الفيلم ده. وبعد كده في المرتبة التانية عندنا فيلم السادة الأفاضل. أكتر فيلم ضحكني في السنة، اكتر فيلم عبثي موجود في السنة. الفيلم يحتاج مشاهدة واثنين وثلاثة واربعة عشان تفهمه، في لايرز كتير، ولو مش هتفهم اي لايرز من دي انت هتخرج من الفيلم مبسوط وبتضحك وكله تمام. فانت حتى في الحتة ديت الفيلم كسبانك من كل حتة. لو عايز تتحنيك كسبان، لو عايز بس تفصل دماغك وتضحك برضه كسبان. عشان كده موجود معنا في المرتبة التانية. وفي المرتبة الاولى واحسن فيلم في السنة، ومن احسن الافلام اللي شفتها اصلا حتى في الاجنبي وفي العربي وفي كله،
هو فيلم رامبو، او البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو. احسن فيلم مصري شفته من سنين، مش بس السنة دي. الفيلم في كل حاجة انا شايفه بيرفكت بصراحة. قصة حلوة جدا وابعادها كتير، ومش بتحكي لك قصة واحدة وان دايمنشن، لا انت بتحكي قصة الكلب، وبتحكي قصة حسن، وقصة امه، وقصة الراجل اللي عايز ياخد حقه في نفس الوقت هو مش كويس، فانت بتتعاطف معاه من حتة وبتكرهه من حتة تانية. وبتحكي قصة البنت اللي هو كان مرتبط بيها، وبتعرف الباك جراوند بتاعتها من غير اي صعوبة. انت بكل سلاسة بتعرف الباك جراوند من غير ما تتكلم حتى. بتعرف اللي هما الاتنين كانوا مرتبطين، واللي هما سابوا بعض عشان ظروف المعيشة، وبعد كده هي لقت راجل غني وخطبها. تعرف كل ده؟ هل هي قالت كل ده؟ لا. فانت الفيلم مليان لايرز، والفيلم موريلك مصر بجد اللي انت بتنزل في الشارع وبتشوفها، مش مصر الكومباوند اللي انت بتشوفها في الافلام. ده فيلم 10/10 مستريح بالنسبة لي. فيلم حلو حلو، ولازم يتشاف مرة واتنين وتلاتة عشان تتبسط بيه، وتحاول تفصصه من كل جهة. يعني مرة تتفرج عليه تركز في كادراته اللي هو قصدها، مرة تتفرج عليه تركز في الالوان اللي هو قصدها، مرة تتفرج عليه تركز في القصة، مرة تركز في التمثيل. الفيلم مليان اللي انت حاجات كتير ممكن تركز فيها، فيستاهل رقم واحد السنة دي والسنة اللي فاتت وسنين كتير قبل كده وسنين كتير جاية على ما اعتقد. وده كان لازم يمثلنا في الاوسكار، ومش عارف تقريبا هم اختاروا 6 ايام ومش عارف ليه. هو احسن من 6 ايام بكتير، ولامس الواقع اكتر بكتير منه. بس هي دي الافلام اللي عندي، وشكرا جدا ليكم، ويا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك، وشكرا. سلام.